خل ذهنك معي، شوف هذه القصة الجميلة الرائعة جدا لأحد رموز الأمة الإسلامية والعربية، سيد التابعين كوكب البصرة الدري الإمام الحسن البصري. الإمام الحسن البصري كان في البصرة، في سوق البصرة استأجر حمال يحمل معاه الأغراض وحاجيات البيت. هذا الحمال له أطوار عجيبة غريبة، طوال الطريق يقول الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله. وكان الإمام الحسن البصري يرمقه، وشوف تصرفات هذا الرجل دائما يردد الحمد لله أستغفر الله. فسأل الرجل لما وصل البيت وأعطاه أجره، فقال له شفتك طوال الطريق تذكر الحمد لله واستغفر الله، ما تذكر غيرهم. فقال الرجل، يقول أنا طول حياتي كلها بين أمرين اثنين، نعمة الله علي فتستحق مني الحمد، وأيضا تقصيري في حق الله تبارك وتعالى لذلك يستحق مني الاستغفار، فأنا أستغفر الله على تقصيري. استغرب الإمام الحسن البصري، فراح ضرب كف على كف وقال حمال أفقه منك يا حسن، يأدب نفسه، يقول له شوف حمالي أفقه منك يا حسن، فقه، هذا فقه بمعنى الفهم، فهم الحياة. لذلك احنا السعادة ترى أمر زائل مؤقت، انتبه انتبه انتبه، وتأمل القرآن الكريم، تأمل قول الله تبارك وتعالى. شوف ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فتسعد، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، انتبه، ولسوف يعطيك ربك فترضى. شوف دائما الإنسان يسأل الله الرضا، يسأل الله القبول، يسأل الله، يعني يحمد الله تبارك وتعالى بكل أحواله، يستغفر الله تبارك وتعالى. لذلك هذه الأذكار ما جاءتنا اليوم اعتباطا، جاءتنا من أجل الإنسان يستغفر بما وقع منا من أخطاء وتقصير بحق الله تبارك وتعالى، ويحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الأسرة، على الأهل، على الأحباب، على الخلان، على النعم اللي هو تنعم فيها، نعمة اللسان، نعمة الكلام، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة التذوق، كل هذه نعم. أنفاسك اليوم أنت بصحة وعافية، غيرك اليوم يروح يغسل كلى كل يومين ثلاثة، غيرك اليوم مو قادر يأكل، غيرك اليوم يعني حتى شربة الماء يقص فيها. أحمد الله دائما وأبدا، دائما قولوا الحمد لله رب العالمين، اشكروا الله تبارك وتعالى، استغفروا الله تبارك وتعالى، كونوا بين الحمد والشكر والاستغفار. دائما الإنسان يتذكر نعمة الله ويكون راضي، كن قنوع وارضى بما قسمه الله لك دائما وأبدا. ورحم الله تعالى كوكب البصرة الدري سيدنا الإمام الحسن البصري.